لعبة كمال الأجسام في حد ذاتها مش خطر، لكن الخطر الحقيقي بيظهر لما تتمرن أو تعيش غلط. أول خطر هو الإفراط في التمرين من غير راحة كافية، وده بيؤدي لإجهاد مزمن، إصابات أوتار، وآلام مفاصل ممكن تفضل معاك سنين. كمان التمرين بأوزان تقيلة مع تكنيك غلط بيزود خطر تمزق العضلات أو إصابات الظهر والكتف. خطر تاني ناس كتير بتتجاهله، وهو الاعتماد على مكملات أو هرمونات من غير إشراف طبي، وده ممكن يسبب مشاكل في الكبد، القلب والهرمونات. غير كده، الأنظمة الغذائية القاسية جدا ممكن تؤدي لنقص فيتامينات ومعادن، ضعف المناعة واضطرابات في المزاج. كمان الضغط النفسي المستمر علشان الشكل المثالي ممكن يسبب توتر وقلة رضا عن النفس. الخلاصة، كمال الأجسام رياضة صحية جدا لو اتعملت بعقل، تمرين منظم، أكل متوازن، نوم كافي، وبعيد عن التهور. ولو عايز تبني جسم قوي من غير ما تأذي نفسك، العب صح قبل ما تلعب تقيل. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.